تعالوا بينا نعمل مع بعض أحلى صينية مكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة جدا جدا، وهنعمل مكرونة جوسي ومتغرقة في البشاميل. يلا بينا، وهوريكم كمان أسرار البشاميل وتركات حلوة قوي 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 هتعجبك إن شاء الله. يلا بينا. حل على النار فيها مية بتغلي، هبدأ أنزل بقى بالملح وشوية زيت، وهحط كيلو مكرونة قلم. تمام، وهسيبها لحد لما تستوي. معايا طاسة على النار فيها معلقة كبيرة سمنة ومعلقة زيت، وهحط بصلتين كبار مفرومين فرم ناعم هشوحهم كويس قوي، وبعد كده هنزل عليهم بقرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر يتشوحوا، وهنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الثوم المفروم وهشوحهم مع بعض. وبعد كده هنزل بكيلو الا ربع لحمة مفرومة هشوحها تغير لونها، وبعد كده هتبلها بملح وفلفل اسود وسبع بهارات ورشة صغيرة من القرفة، وهقلبها بقى وهسيبها على نار هادية لحد لما تستوي. هنا زودت معلقة صلصة تعزز معايا اللون، هديلها تقليبة وهغطيها وهنقلها على نار هادية واسيبها لحد لما تستوي. هنا بقى هنعمل مع بعض البشاميل. حل على النار فيها، بصوا بقى معايا كل كيلو دقيق هياخد معايا بالظبط 4 معالق سمنة عليهم 4 معالق دقيق كبار. تمام، يبقى كل كيلو لبن هياخد 4 معالق سمنة عليهم 4 معالق دقيق. انا هنا هعمل 2 كيلو لبن، فحطيت 8 معالق سمنة عليهم 8 معالق دقيق، وهبدأ اشوح في الدقيق كويس قوي قوي لحد لما ريحته تطلع خالص. وبعد كده هزود اللبن بقى شوية بشوية. بلاش تنزلي باللبن مرة واحدة علشان ما يكتلش معاكي لو انت اول مرة تعملي البشاميل، فخليكي تنزلي شوية بشوية كده وقلبي بالمضرب على طول علشان ما يكتلش معاكي. طول ما البشاميل على النار ايدك فيه تقليب 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 علشان ما يكتلش. تبلت البشاميل ملح وفلفل اسود ورشة صغيرة من جوز الطيب ومكعبين مرق الدجاج، وحطيت له بقى 3 قطع من الجبنة المثلثات بتديله طعم حلو قوي قوي، وبتديله كده سمك كريمي وبتبقى تحفة. ما عندكيش جبنة مثلثات حطي جبنة موتزاريلا، حطي جبنة اللي هي في العلب اللي هي عبورلاند، اي جبنة عندك حطيها، فعلا فعلا بتفرق في الطعم قوي. شايفين سمك البشاميل ولا هو خفيف ولا هو تقيل؟ نسيت اقول لكم كمان انا زودت مع كوباية كبيرة من مية سلق المكرونة على البشاميل، ده اللي بيديني القوام التحفة اللي انتوا شايفينه ده. تمام، المكرونة بتاعتي صفتها بس ما غسلتهاش. بلاش تغسلي المكرونة بعد ما تتسلق. ليه يا منى مش هنغسل المكرونة؟ علشان النشا اللي في المكرونة دي هي اللي هتعمل لنا تماسك في لما نيجي نقطع المكرونة بالبشاميل. تمام، خدت غرفتين كده من البشاميل قلبتهم على المكرونة كلها، وبعد كده جبت الصينية اللي هدخلها الفرن حطيت فيها من تحت مغرفتين كبار بشاميل وفردتهم كويس، ونزلت بنص كمية المكرونة فردتها كويس قوي قوي، وضغطت عليها شوية كده بالاسباتولا، وبعدين هنزل باللحمة المفرومة واحط عليها مغرفة كمان من البشاميل. شايفين لون اللحمة المفرومة جميل ازاي؟ معلقة الصلصة بتفرق جدا جدا في لون اللحمة. هحط بقى بقية المكرونة وكمان برضو هضغط عليها كويس قوي قوي، هسويها واضغط عليها علشان تعمل تماسك معايا، وهنزل ببقية البشاميل على الوش. شايفين البشاميل قد ايه؟ انا بموت في البشاميل الكتير في المكرونة. بصوا، يا اما تعملوا الحاجة مظبوط يا بلاش منها. حرفيا المكرونة ما تتاكلش غير وهي غرقانة بشاميل. تمام، خلصنا الصينية ندخلها الفرن على درجة حرارة 180. الرف اللي في النص طبعا كل حاجة مستوية، يا دوب تبقبق معايا شوية كده، وهطلعها تحت الشواية تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين هرش على وشها شوية جبنة موتزاريلا، ويا دوب الجبنة تاخد لون خطير زي ما انتوا شايفين كده. وبطلع المكرونة بتاعتي من الفرن وهسيبها تبرد شوية وهبدأ اقطعها. انا بصراحة هنا ما سبتهاش تبرد، انا قطعتها على طول. شايفين البشاميل؟ شايفين متغرقة بشاميل سايحة جوسي كده مش ناشفة. المكرونة البشاميل ما تتاكلش ابدا يا بنات ناشفة، لازم تبقى كده، غير كده انسي. شايفين؟ لايك وشير للفيديو بقى لو عجبكم، ودعوة حلوة من قلبكم، ولكم بالمثل ان شاء الله. شايفين العظمة؟ ما شاء الله اللهم بارك. يلا اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وسهلة باذن الله، في رعاية الله. سلام عليكم.